اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله الفتة دي كانت عشا، الحمد لله. يعني كانت المية قطعة طول النهار عندي ومش مكنتش عارفة اعمل ايه. يعني انا عملت الاكل ده كده كانت حوالي الساعة 10، اتعشينا بقى كانت الساعة 12 والحمد لله على كل حال. رفعنا بقى كيس، كان عندنا كيس لحمة في الفريزر وغسلناه كده وحلو شطفناه وحطيناه على النار زي ما انتوا شايفين. حطينا فلفل اسمر وحطينا بصلايه وحطينا طماطمايه وحبهان ورفعناهم. النهارده انا اللحمه بتاعتي مش هحط لها ميه لان انا عايزاها تستوي كده بدون ميه زي ما انتوا شايفين كده، لان ايه الفته ما بحبش اعمل لها شوربه. كان عندي شوربه في التلاجة كده. دي هريسة التوم حطيناها اهيت وحطينا معلقه من الزبده وهننزل عليها بعصير الطماطم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى هنا على الثوم بتاعنا بشويه من الخل زي ما انتوا شايفين كده، بشويه من الخل. هتقولي بقى طب ايه علاقه الفته ده احنا بنعملها في الاعياد؟ لا طبعا، اليوم اللي بيعدي على بني ادم وهو كويس وبخير ومفيهوش اي حاجه يبقى عيد. في ناس بتقول ايه الفتة دي لازم تتاكل اول يوم العيد، وفي ناس تقول لا ده بتتاكل تاني يوم العيد. عامة يا جماعة دي اكلة وبتتاكل في اي وقت. ايه علاقتها بالاعياد؟ وانتوا بتستنوا الاعياد تيجي علشان تاكلوا؟ لا طبعا، اليوم اللي بيعدي على بني ادم وخير وكويس بيبقى عيد يا جماعة. والله لك الحمد على كل حال. رفعنا هنا معلقة بقى حطينا هنا حطينا هنا معلقة من الزبدة ورفعناهم على النار وحطينا الرز بتاعنا كنا غسلناه وصفيناه كويس ورفعناه. هنقلب فيه تقلبتين كده لغاية ما نسمع صوت التشطيشة بتاعنا وننزل عليه بمقدار المية بتاعنا. هنحط بقى معلقة من الملح عليه على حسب طبعا رغبتك في الملح، وهنرفعها مع النار زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يتشرب معايا هدوه نار هادية. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كانت شرب معايا بقى تمام، مش هقلبه، هدوه نار هادية واسيبه. تعالوا بقى هنا ايه هنحمص العيش بتاعنا. هنقطعه زي ما انتوا شايفين كده. المقص ده للعيش للحوم بس، ما بنضفش بيه سمك. يعني عامله للسمك مقص، وكده كده انا بجيب السمك بتاعي متنضف من عند السمك عامه. فده كده بيبقى ايه للحاجات المخبوزات لاي حاجه انا عايزه اقطعها طبعا. طبعا هنا هنحط بقى معلقه من الزبده وندخله النار، ندخله الفرن يعني على نار عاليه، فيطلع بالطريقه اللي انتوا شايفينها زي ما انتوا شايفين كده، ناشف بقى وفظيع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك وشير وشوفوا وشكم بخير. بص اللحمه بتاعتي ايه بعد ما احمرت، انا ما حطيت لهاش ميه خالص، استوت منها فيها، وهو ده طبعا المطلوب. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك وشير وشوفوا وشكم بخير، وقولي بتعملوا ايه لما الميه بتقطع عندكم. دي اكله جت كده سريعه سريعه سريعه، وبالهنا والشفا لله ياكل. الف هنا واشوف وشكم بخير يا حبايبي. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمكم